السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. نتابع مع بعض بقى حاجتنا اللي احنا عملنا فولية. عايزين نعمل النهاردة ان شاء الله سمسمية. كل سنة وانتم طيبين عشان حلاوة المولد بإذن الله. دلوقتي احنا معانا هنعمل ربع كيلو بأمر الله سمسم. تمام. انا هدخله دلوقتي الفرن يتحمص علشان عايزاه دافي، طبعا على درجة نار هادية خالص في الفرن، بحيث ان هو يفضل دافي ما يتحمصش ان هو يغمق لونه. انا عايزاه بس دافي عشان واحنا بنحطه ان شاء الله على العسل يبقى دافي علشان ما يفش مننا. تمام. انا طبعا دهنه القالب زيت اهو ومجهزاه، وحاطه في الطبق زيت برده ومجهزاه، والسكينه عكاها زيت، وكل اللي احنا اتفقنا عليه في الفوليه هنعمله في السمسميه ان شاء الله. اروح ادخله الفرن وبعدين نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى يا حبايبي عايزين نحط بقى السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنحط عليه الميه. بسم الله. ونروح بقى ايه، نعصر عصرة الليمونة، نروح على النار بأمر الله علشان نعلق عليه. طبعا احنا انتوا عارفين ان احنا منقيين السمسم ونخلينه ومظبطينه جامد على اساس ان هو يبقى نضيف. احنا مش ضامنين طبعا بتاع المصانع بيتعمل ازاي، فاحنا بقى بنعمل حاجة نضيفة بقى على ايدنا في البيت بإذن الله. ودهنين حاجتنا زيت، والسكينة وكل حاجة بندهنينها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح بقى على النار بإذن الله، نار هادية، ونعلق على السكر بالراحة، وزي ما طبخناه امبارح هنطبخه ان شاء الله النهاردة واحنا بنعمل بإذن الله السمسمية. هنحط عليه بقى معلقة العسل الكلوكوز اللي احنا بنحطها، وفي اضافة بقى المفروض ان احنا كنا ضفناها في الفولية بس انا ما ضفتهاش، هنضيفها المرة دي ان شاء الله في السمسمية، وهي ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناته اللي بنحطه على الطعميه. فاحنا هنضيف يا ده يا ده. فانا معايا دلوقتي ربع معلقه بيكنج باودر ان شاء الله. طبعا هو لسه ما ساحش خالص، لسه ما غلاش ولا ساح. بنسيبه على النار وما ينفعش نقلب فيه غير لما السكر يسيح، يا دوبك بس بنهز الكسرولة شويه لحد ما السكر يسيح ان شاء الله لوحده. خلاص السكر ساح وجيل اهو ما شاء الله، وبدأ كمان ياخد لون اهو. بسم الله. خلوا بالكم يا حبايبي، لو انتوا عايزين الحلاوة تقطم معاكم وتبقى يعني ناشفة بس هشة، يعني الهشة طبعا علشان هنحط البيكنج او الكربوناتو، لكن لو انتوا عايزينها ناشفة ومش طرية فطبعا ده بنستنى على السكر ان هو يكرمل شويه ويدي اللون الذهبي اللي احنا عارفينه في الكرمله. تمام. فاحنا بنستنى بقى علشان يديه، وطبعا نعمله الاختبار اللي احنا عارفينه. احنا كده هنبدا نحط له الفانيليا باذن الله. بسم الله. برضو لو عايزين تحطوا ماء زهر حطوا ماء زهر او ماء ورد اللي انتوا بتحبوه طعمه في الحلاوه، الحاجة اللي بتحبوا طعم الحلاوة بيها بتحطوها. تمام. نبدأ بقى نختبرها في المية. بسم الله. لسه طبعا طرية زي ما انا وريتكم امبارح، طرية جدا، لسه ما عملتش حاجة. بصوا يا حبايبي، عملت الاختبار في المية، بصوا عامل ازاي وطري ازاي. طول ما هو طري في ايدي كده يبقى لسه ما اتعملش. اهو يا حبايبي نبدأ بقى ناخد منه، هو طبعا بقى لونه ذهبي شوية اهو. نبدأ ناخد كده وننزل في المية، نسيبها تسقع شوية كده في المية عشان واحنا بناخدها نشوفها بقى كده. بصوا
عامله ازاي، شوفوا بتكسر ازاي في ايدي، شوفوا كسرت ازاي. معنى انها كسرت يبقى احنا كده ايه، خلاص وصلنا باذن الله. نعمل ايه بقى، نحط ايه البيكنج دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب بقى كويس. طبعا انا مهديه النار خالص عشان العسل ما يتطورش عن كده يا جماعه، لانه هو في ثانيه ممكن ايه يعني يتحرق او يغمق زياده. انا عايزاه بس باللون ده. تمام. ابدا بقى احط بسرعه ايه السمسم. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب كويس قوي. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين الموضوع في منتهى السرعه، فانا حاولت بقدر الامكان اني انا اسويه بسرعه، احطه في القالب واسويه بسرعه. اهو بالمعلقه دي انا سويته، دهنتها زيت من تحت وسويته كده. طبعا ساعدتني كتير. نجيب بقى السكينه بسم الله ونقسم. طبعا برضو مع كوكا زيت وهو لسه دافي بتقسمي القطع اللي انتي حباها بالطول او مثلثات او دواير، الحجم اللي انتي بتحبيه. تمام. معلش سامحوني انا اللي بصور لنفسي، فعشان كده انا فصلت الكاميرا عشان اجري بسرعه واعمل اللي بقول لكم عليه ده. اهي يا حبايبي انا خلصت تقطيعها مربعات، بس حبيت المربعات الكبيره اللي زي دي كده اقسمها، بس ايه تقسيم بسيط كده من على الوش يعني، بحيث اللي عايز يقطمها صوابع يعرف يقطمها باذن الله. تمام. يعني مش للاخر ولا حاجه، لكنها ايه ده علامه فيها كده. طبعا باكل السكينه زيت وبعمل كده برضو. نبدا بقى يا حبايبي نطلعها من الصينيه. بسم الله اهي ما شاء الله زي العسل. نبدأ نفردها شوية لأنها لسه دافية لعل ما تتشفشف وتنشف، وبعدين نكيسها بإذن الله فين؟ في الاسترتش اللي احنا عملناه امبارح اهي ما شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، هي بردت خلاص اهي، سقعت خالص. شوفوا ما شاء الله، شوفوا من قطمة، بصوا عاملة ازاي، بصوا ما شاء الله. طبعا سامعين الصوت وطعمتها بقى مفيش بعد كده، جميلة جدا اهي. شوفوا يعني لا توجع السنان ولا تلزق في السنان ولا اي حاجه. كل ده راجع لايه؟ راجع للبيكنج باودر او وطبعا لكرمله السكر انها توصل للدرجه دي، والبيكنج باودر او كربونات. تمام. هو ده السبب في ان هي توصل لكده. اغلفها بقى واوريها لكم ان شاء الله. اهي يا حبايبي بعد ما غلفتها طبعا هي يعني مش مستحمله لمسه، وانا بغلفها في بعض الوحدات اتقطمت لوحدها كده من الهواء. يعني هي بصراحه فقش، حلاوه فقش. الف هنا للي ياكل منها والف هنا للي يعملها ويجربها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.